علق الناشط السياسي الجزائري وليد كبير على تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الاثنين في حواره مع قناة الجزيرة القطرية. ويرى وليد كبير في قول تبون كون العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللا عودة، أن نظامه بنى وجوده وديمومته على العداء مع الجار، وأن رجوع العلاقات إلى طبيعتها لن يتحقق في ظل حكم هذا النظام. وأضاف وليد كبير في تدوينة نشرها على صفحته الفيسبوكية قائلا: تحصيل حاصل، فالأمر متعلق بأكبر عملية نصب واحتيال عرفها التاريخ الحديث، فأصل الصراع هي تلك الأراضي التي اقتطعتها فرنسا من المغرب وضمتها للجزائر الفرنسية، وأقصد هنا الصحراء الشرقية المغربية. وتابع يقول: النظام ليس مستعدا للحوار مع المغرب، لأن ذلك يفرض عليه العودة إلى أصل المشكل ويلزمه بالوفاء بما تعهدت به الدولة الجزائرية تجاه المغرب. وأردف قائلا: نظامه خان العهود، والخائن لا يمتلك الشجاعة للإقرار بخيانته. وختم الإعلام الجزائري تدوينته بالقول: منطق العدوان الذي لا يؤمن بالحوار وحسن الجوار. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى حوارا مع قناة الجزيرة القطرية أمس الثلاثاء، اعتبر خلاله أن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة لا عودة، وأنه يأسف لوصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى، مشيرا إلى أن موقف بلاده كان ردة فعل على حد قوله.